اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الفل وصباح القشطه، وحشتوني. النهارده روتين جديد ويوم جديد، وحشتوني قوي 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 قوي، وبحبكم قوي، بحبكم من جوه قلبي، من صماصيم قلبي. صمصومه صمصومه مكلة معاكم في الفيديوهات، عارفه مقصره معاكم في ان انا انزل كل يوم، عارفه تعبانه والله العظيم، جهدي حاسه انه قليل شويه اليومين دول، فعلى قد ما بقدر بسجل الفيديو وبنزله، مع اني والله العظيم عندي شغل كتير من مصوراه، بس والله تعبانه، اعذروني. حطوا بقى لايك للفيديو علشان مجهودي ما يقعش في الارض ويضيع، وكومنتاتكم الحلوه اللي بتفرحني وتشجعني اللي بقالي كام يوم ما شفتهاش. لما تلاقوني كده غايبه عنكم يا جماعه، خشوا على اي فيديو اكتبوا لي كومنتات جديده عليه، بتوحشوني اقسم بالله. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. ولو اول مره تشوفيني، انا عارفه ان انا رشروشه بدخل القلب بدون استئذان، وهتحبيني وهتشتركي في القناه وهتستنيني ان شاء الله يوميا باذن الله. ربنا يقدرني ويقويني كده. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل قرنبيط، وهنعمل اكل شعبي حلو قوي. ما عملتش القرنبيط معاكم في القناه من زمان قوي، بعمله تقريبا يا جماعه مره في السنه. الولاد مش بياكلوه كتير، فانا بعمله ايه لما انا بشتاق له صراحه، لان انا اللي بحبه جدا، بحب اكله حاف كده. جبت القرنبيطه، والقرنبيطه دي تقريبا بقى لها اسبوع في التلاجة او حاجه، بتحطيها في كيس تلاجة كده، وزي ما بتجيبيها من عند بتاع الخضار بتسيبيها في التلاجة. تمام. طلعتها وقمت مقطعه الوردات، طبعا نضفت فيها اي حاجه كده تكون فيها طينه ولا بتاع لانها من الارض، وبعد كده ولعت على حله ميه، حطيت فيها ملح، ظبطي الملح ودوقيه كانه شوربه بالظبط، عشان هو يشرب من طعم الملح ده، ما تحدقيهوش قوي. ورشه كمون كده او ربع معلقه صغيره من الكمون، وحطيت وردات القرنبيط وهي واقفه، الورده بتبقى لفوق. تمام. تمام. وغطيت عليها عشان الورد يستوي معايا، بيستوي يعني نص سوا كده، ما يستويش قوي عشان يكمل سوا في الزيت. جبت شويه بطاطس وقطعتهم طرنشات كاني هعمل صينيه بطاطس، وغسلتهم وحطيت عليهم شويه ملح كده، رشه ملح صغيره بس يتحدقوا، وهسلقهم 60 70% سوا، 3/4 سوا يعني. خلي حته البطاطس ماسكه نفسها، لان احنا هنعمل بطاطس بانيه، وهنعمل كمان قرنبيط من غير بيض ومن غير لبن، وطعمه فظيع وخطير جدا كانه كنتاكي بالظبط. يلا بقى نقطع شويه طماطم، دول 3 4 طماطميات وقرن شطه. هنعمل ايه؟ طبق مسقعه كان نفسي فيه. انا يا جماعه بعمل ايه؟ بعمل عينات من الاكل، بس بتبقى كانك بتعملي اكله كبيره بالظبط، بس بتعملي عينات، اعملي حاجات على قدك عشان ما ترميش حاجه. وطبعا الاكل الشعبي ده بيقعد لتاني يوم، تقدري تقومي تغمسوا منه الصبح كمان تفطري بيه. جبت حبه زيت وحطيت فيهم فصين من التوم صغيرين خالص، انا ما بحبش التوم كتير في الاكل، بحب اخد طعمه وفايدته وكل حاجه، بس ما بحبوش كتير قوي، ما بحبش الريحه القويه بتاعته. فحطيت 3 فصوص من التوم، تمام، صغيرين او فصين كبار، ونزلت عليهم بطماطم مقطعه وقرن من الشطه. دي بقى ايه احلى صلصه للمسقعه هتعمليها. قطعي الطماطم، ما تضربهاش في الخلاط، كانك بتاكلي في مطعم بالظبط. بتوع المطاعم ما بيفرموش الطماطم في الخلاط، بيقطعوها قطع كبيره كده وبيعملوها مع البتنجان. ما هنشوف حالا نعمل بتنجان ازاي. هتطلع بقى كده وردات القرنبيط زي ما انتم شايفين متماسكه وماسكه نفسها. انا هطلعها احطها في مصفى وهشطفها، لان لو سبتها تكمل سواها بالبخار اللي هي فيه. هي مستويه تقريبا 60 70% سوا، 3/4 سوا برده، بس تكون القطعه متماسكه يا جماعه، مش لازم العرق بتاعها يستوي قوي. شفتوا طالعه متماسكه ازاي، مش مهريه ولا مفتفته في الحله اهو، انا عايزاها بالشكل ده بالظبط. تمام. تمام. هناخد بقى الميه نحطها نرميها في الحوض، وشطفت تحطها ارميها في الحوض عشان تسلك معاكي الحوض حلو قوي. شطفت القرنبيط وحطيت تحته طبق بقى يتصفى كده، عشان هنعمل له حالا خلطه حلوه. عندي بقى بتنجان اللي انا كنت جايباه معاكم من السوق. كنت جايبه 3 بتنجانات، عملت واحده مره في الفطار، وعملت واحده مره في غدا، وهنعمل النهارده واحده في المسقعه. تمام. تمام. الواحده تقريبا دي البتنجانيه دي كيلو وربع او كيلو حاجه زي كده، دي كبيره ما شاء الله. قشرت كده البتنجان كده، بتقشري بتديله شكل زي ما انت عايزه تقشري كل القشر زي ما انت عايزه، مش عايزه تقشري القشر خالص برده زي ما انت عايزه. طبعا النهارده عملت النسكافيه، ما عملتوش معاكم كلكم بقى، اتفرجتوا على النسكافيه عشان ما بقاش ممله كده ورزله كده، واعمل لكم كل يوم النسكافيه. والنسكافيه اكتبي نسكافيه رغوه النسكافيه رشروشه، هيطلع لك على طول في السيرش في اليوتيوب او في الفيسبوك. البتنجان بقى عشان ما ياخدش معاكي وقت في التحمير وتقعدي تطلعي حته حته، قطعيه لي مكعبات كبيره زي ما انت شايفه كده. والله هقليه على مرتين، انما بقى لو مقطعاه طرنشات بقى وشرايح والكلام دوت هياخد مني وقت كبير جدا. هجيب برده قرنين من الفلفل واقطعهم مكعبات، ما تقليش القرن الفلفل بحاله. احلى طبق مسقعه تكليف الحله والله العظيم، اتحدى بيه اي حد انه هيطلع طعمه حلو قوي. تمام. خدت البتنجان كده حطيته في المصفى، وهجيب عليه شويه من الملح، رشه ملح كده، معلقتين ملح صغيرين او معلقه، علشان يصفي ميته وتبقى البتنجانه طعمها حلو وانت حطاها في المسقعه. تمام. تمام. خلي بالك البتنجانه لما بترش عليها ملح ما بتشربش زيت كتير. ولو مش هتعمليه مسقعه، انا عاملاه في فيديو تاني حاطه عليه نشا ما شربش زيت خالص يا جماعه. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو ده باذن الله. بس في فيديوهات بتنزل قبل بعضها يعني، انا بصور وخلاص يعني، وبنزل لكم الفيديو اللي بيقابلني. جبت بقى كوبايه دقيق،
تمام، او كوبايتين. انا حطيت كوبايتين دقيق، عليهم 4 معالق كبار من النشا، او عليهم 5 معالق نشا. كل ما عايزاه مقرمش حطي معلقه نشا زياده. يعني كوبايتين دي عليهم 4 معالق نشا حلوين قوي. كل كوبايه بتحطي لها معلقتين نشا. حطيت ربع معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، رشه صغيره جدا من الفلفل الاسود، وحطيت شطه تمام، وكزبره ناشفه، كزبره ناشفه وكمون ورشه فلفل اسود وملح. ما تحطيش حاجه تانية. تمام. تمام. هنحط معلقه صغيره كمان من البيكنج باودر، وظبطي الملح بتاعك بقى، ودوقي الدقيق. قلبي الكلام ده كده كله. هجيب بقى ايه، رشه من الكاري كده، هتدي لون حلو قوي 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 بتاع القرنبيط بتاعك او الكفر بتاعك، هتخليه حلو قوي. الله اكبر، الله اعظم، العزه لله. يا رب بحق الاذان ترزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، وترزق كل يا رب اللي نفسه في حاجه تحققها له. قولوا امين يا جماعه، قولوا امين. ادعوا كده والاذان بيدن. ربنا يا رب يحقق لنا امانينا، ويبعد عننا العيون الحاسده والحاقده، ويبعد عننا شر المستخبي يا رب، ويبعد عن اولادنا ولاد الحرام، وعننا ولاد الحرام، وكل حاسد وحاقد وبسطنا في حياتنا. قولوا امين يا جماعه. خدت بقى انا ايه، نص المقدار بتاع الدقيق كده حطيته في كيس، وحطيت النص التاني سبته فين، في الطبق زي ما هو. اللي في الكيس دوت هيبقى كفر من بره، واللي في الطبق هنعمله زي عجينه، زي عجينه الكريب كده، خفيفه مش تقيله قوي. جبت طماطمايه بشرتها على الدقيق اللي محطوط عليه ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه ورشه كاري. تمام. تمام. مسكت بقى ايه، نص حزمه شبت وقطعتها. خدي الوردات بتاعته بس، ما تاخديش العروق. شبت يا رشروشه، ايوه. جربوا القرنبيط بالشبت، ما تحطيش بقدونس ولا كزبره. القرنبيط بالشبت يا جماعه طعمه فظيع، اقسم بالله العظيم هتلاقيه احلى بكتير من الكزبره. ما تحط طبعا القرنبيط ما بياخدش بقدونس خالص، اي حاجه في القرنبيطات ما بتاخدش بقدونس. في ناس بتحط كزبره، انا عمري ما جربت الكزبره. جربت مره ما كنتش لاقيه خضره حطيت كزبره او بقدونس، يعني كان طعمه مش حلو خالص. جربي الشبت تحفه يا جماعه. وقلبتها كده وعملتها زي عجينه ايه، زي عجينه الكريب. تمام. حطيت بقى كده البتنجان في الزيت السخن، بعد ما شطفته بالميه قمت ايه هقليه على طول. شايفين كميه البتنجان حاطه في الطاسه قد ايه؟ طبعا الزيت ده هقلي بيه حاجات كتيره جدا. على بقى اما نقلي البتنجان ويتحمر معانا هنقعد ساكتين كده ونحط ايدينا على خدنا. لا، رشروشه ما بتحبش كده. رشروشه قالت لكم ايه، الحاجه اول باول هتخلص معاكي. طول ما انت سايبه المواعين على بعضها ومستنيه تتغدي وتقولي اخلص، هتتغدي وممكن يجيلك مشوار، او ممكن يجيلك صداع لا قدر الله، او ممكن عايزه تنامي وتهبطي. انا من الناس اللي بتهبط بعد الغداء. تمام. فبحب اغسل كده حاجتي اول باول. احيانا بتعب بجد، بسيب المواعين بلاقي الدنيا كلها تضرب تقلب. فالافضل تغسلي اول باول كده. انا طبعا غسلت، على ما غسلت الطبقين اللي كانوا في الحوض والحاجات اللي انا طلعت بيها، كان البتنجان اتحمر. شايفين زي الفل ازاي، مش شارب زيت ولا اي حاجه. طبعا هسيب في شويه زيت اصلا عشان انا مقلله الزيت جدا في الصلصه بتاعه البتنجان. تمام. عشان البتنجان اللي صلصه المسقعه، فعادي ما اشيل فيه شويه زيت مش مشكله خالص. حط بقى بقيه البتنجان يتحمر، ويلا نشوف هنعمل ايه. زودت الصلصه بتاعه المسقعه كوبايه ميه، علشان هي دي اللي هتدينا الصوص الحلو للمسقعه. وحط شويه كمون بقى وشويه كزبره ناشفه. تمام. وتظبطي الملح بتاعك، وكمان اوعي تنسي ربع معلقه صغيره من السكر، علشان بتدي طعم حلو قوي قوي للصلصه. رشه السكر دي جميله، بتدي طعم حلو قوي للصلصه، وبتخلي كمان المسقعه ما تجيبش حموضه. هنزل بقى بالبتنجان بتاعي كده في الصلصه اللي هتغلي غلوه مع البتنجان الحلوه دي. طبعا في ناس بتحب تعمل الحاجات دي في الفرن، تقدري تعمليها وتحطيها في طاجن وتحطيها في الفرن، وتقدري كمان تحطي لها حبه لحمه معصجه، وتقدري كمان تحطي لها بشاميل. بس انا كرشروشه احب اكل المسقعه كما كانت زمان. كما كانت زمان حلوه، كما كانت زمان دي والله، ده انا بقول حكم يا ولاد. فانتوا بحب اكل مسقعه كده زي ما بناكلها زمان، شويه الصلصه مع شويه قرنين الشطه اللي بيتقلوا، قرنين الفلفل والبتنجان، وبنغمس كده وتبقى احلى حاجه. وطبعا كمان كنا بنقلي الكوسه برده ونحط عليها شويه دقه كده بالخل والثوم والليمون والكمون والكزبره. يا على الكوسه وجمالها، كانت بتبقى حلوه برده. وبتحمري جنبها، في ناس بتحمر بطاطس تحطها مع المسقعه. بس المسقعه يا جماعه يعني بتنجان وفلفل محمر وشويه طماطم بفصين توم، بتبقى تحفه جدا، وقرن شطه كده يكون سبايسي تديكي طعم حلو قوي. جبت قرنين الفلفل، كنت هنساهم والله. جبت قرنين الفلفل حمرتهم برده 3/4 تحميره كده، وبعد كده حطيتهم في المسقعه، خدت غلوه واحده وطفيت عليها. عملتها في الاول عشان تبرد، لان اسمها مسقعه مش مسخنه. صفيت الزيت من البذر بتاع الفلفل، ويلا بينا بقى ايه، نقلي القرنبيط.
عشان تقلي القرنبيط بقى تحطيه كده هتقطعي ورده القرنبيط بالسكينه، لو كبيره قطعيها كده خليها وردات صغيره عشان تبقى مقرمشه معاكي، ما تكونش تخينه كده ومليانه مليانه ورد من جوه، احنا عايزينها برده الكفر فيها حلو. هتحطي كده الشوكه وهتمسكي واحده القرنبيط تصفيها حلو قوي كانك بتشيلي الشوكولاته من عليها، وبعد كده تحطها في الدقيق اللي فيه بيكنج باودر وفيه نشا، تمام، اللي احنا عاملينه الكفر. كل كوبايه دي بتاخد معلقتين 3 من النشا، وتحطي البهارات اللي انت حباها بقى، تمام تمام، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ده لكل كوبايه دقيق. انا طبعا هعمل نص كميه القرنبيط مش هعملها كلها، والباقي احطها في التلاجة نبقى نعملها في اي يوم تاني. حطها بقى كده في المصفى بتاعتي الحلوه دي اللي بصفي بيها الدبابيس وبصفي فيها الستريبس والكنتاكي والحاجات اللي انا بعملها كلها بالكفرات كده. حلوه قوي المصفى ديت بتاعت حاله التحمير، اصلا انا بحمر فيها. حاطه في طبق كده وبحط عليه عشان ننزل اي دقيق زياده نقوم رامينه، تمام تمام، مش رامينه في الارض، رامينه في الكيس. هنشيل الدقيق نحطه في الكيس، تهت منكم معلش. همسك بقى كده لوحده القرنبيط هصفيها، وبعد كده بتمسكي الكيس تربطيه وتهزي هزه واحده بس يا دوبك بس تاخد كفر من الدقيق كده، وتقومي حطاها فين؟ حطاها في المصفى. في الوقت ده احنا مسخنين الدقيق علشان القرنبيط ما يشربش معانا زيت. هسكت شويه كده عشان انا حاسه ان انتوا صدعتوا مني وانا ريقي نشف اهو، شايفين؟ بهز كده وتطلعي تحطي في المصفى على طول. يلا بقى اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك، حط لايك للفيديو عشان عارفه ان انتوا بتحبوني وهتدعموني، والفيديو ده هيترفع يعني هيترفع، صح ولا مش صح؟ يلا حطوا اللايك لو وصلت لغايه هنا، اكتبوا رشروشه قرنبيط. يلا شايفين الكلام؟ شايفين الجمال؟ اهو الزيت طبعا سخن، طبعا الزيت ده هي القليه دي وخلاص، مش هحطه في حته تانية. هقلي بيه كل الحاجات النهارده. شايفين في ثانيه يا جماعه بيتحمر وبيقرمش، والله العظيم من غير بيض ومن غير لبن. وانا كنت زمان بحبه بجد بالبيض واللبن، وبحب القرنبيط عامه باللبن، بس صراحه الكفر ده حلو قوي، والطريقه ان انت تحطيها في الخليط اللي هو السائل وبعد كده تحطيه في الدقيق اللي فيه بيكنج باودر كانك بتعملي ستريبس بالظبط، حاجه تحفه قوي. هشيل بس القطعه دي عشان ما تلزقش في قطع القرنبيط وانا بحطها. عملت غيره وهفضل بقى احمر كله كده بنفس الشكل زي ما انتم شايفين. حمرت القرنبيط طبعا بحطه في مصفى وتحطيه على شبك كده عشان يصفي الزيت بتاعه وما يطرش معاكي بسرعه. بصوا يا جماعه، هو بيطلع من الزيت بيفضل مقرمش لغايه ما تاكليه، لو سبتيه 3 4 ساعات لازم يطرى، لان القرنبيط اصلا من جوه في مندي بسوائل، شارب ميه من السلق، فمش هيفضل معاكي مقرمش لتاني يوم، زي يعني لو حد قال لك كده يبقى بيكذب عليكي، تمام. فهو في سوائل من جوه، فهيطري معاكي بعد ساعتين 3، يعني ده يتعمل ويتاكل سخن على طول، تمام. ومسكت بقى البطاطس برضو حطيتها في الخلطه السايله اللي احنا عاملينها بالميه واللي هي الدقيق والنشا والبهارات، وبعد كده حطها في الكيس زي القرنبيط بالظبط. جربي والله العظيم طعمه فظيع فظيع فظيع. عارفين واخد طعم القرنبيط بقى بالخلطه بتاعته بالبهارات بالشبت، يعني حاجه تحفه. اللي ما يعرفش الشبت اسالي الراجل بتاع الخضار، الشبت ده هتلاقيه اوراقه رفيعه جدا وعامله زي الشعر كده، حلو قوي. انما البقدونس هتلاقي اوراقه مزرقه وليها مدببه كده من فوق، والكزبره هتلاقيها مفلطحه ومصفره شويه مش خضره قوي، تمام تمام. طلعت بقى كده كله وصفيته في المصفى، واحط بقى طبقه غيرها برده، بلحق نفسي قبل ما الزيت خلاص قال واو اصلا، يعني قال خلاص كفايه عليا كده. هقلي بس مش هقلي كتير، خلصت كده البطاطس، كنت عامله 3 4 بطاطسيات ولا 5 مش كتير، وبعد كده هاخد بقيه القرنبيط حطوه في علبه كده واحطه في التلاجة، ممكن يقعد معاك يومين 3 في التلاجة وتبداي تحمريه. احط بقى كده في الطبق. كنا مستعجلين، كنت عايزه اغديهم عشان اخلص منهم. انا اكلت القرنبيط ده والله العظيم كان فظيع فظيع فظيع. ما رضيتش اعمله كله لانه ما الولاد مش كلهم بيحبوه، فقلت اعمله كده، وانا اللي قمت بالقرنبيط على فكره عشان تبقوا عارفين يعني. طبعا زي ما انتم شايفين ورا انا غسلت المواعين كلها، كل اللي بيطلع بغسله. يبقى بقى باقي ان انا هغسل البوتاجاز وهغسل الاطباق اللي هتطلع معايا. ادي شكل الاكل بتاعي، والله العظيم ما تفرقوه عن الستريبس ولا عن اجنحه الكنتاكي ولا اي حاجه. من بره شكله ستريبس، ومن جوه قرنبيط بس طعمه فظيع. وادي المسقعه شايفين جميله ازاي، زي اللي باكلها في ابو علي بالظبط بالظبط. وادي البطاطس البانيه، حاجه كده والله العظيم تشرفك بجد. ناقص بقى حته جبنه حادقه، ممكن ترسيها بطماطمايه، ممكن تفتحي علبه تونه، ممكن تعملي كمان، ممكن تحمري بطاطس زي ما تحبي زي ما تحبي، تمام تمام. ممكن كمان، ممكن عندك شويه باميه بقى بايتين من بالليل. الحاجات دي كلها يا جماعه عايزه لمه حلوه قوي قوي، وكل ما انت بتبقي قنوعه بالاكل اللي بتعمليه كل ما بتاكليه وبتبقي فرحانه بيه. ربنا يا رب يملى بيوتنا خير وبركه. بعد ما اكلت طبعا هنسيب البوتاجاز وسخ؟ لا. ناس كتير بتسالني يا رشروشه انت ازاي الحوامل بتاعتك نظيفه كده؟ ازاي عمرنا ما شفنا بوتاجازك متوسخ؟ حتى لو رحت على فيديوهاتي القديمه اللي من سنه ولا من 3 سنين، بوتاجاز داخل دلوقتي ان شاء الله رمضان الجاي هيبقى بقاله 3 سنين بالظبط.
انا يا جماعه بغسل حاجتي كل يوم يوميا. تغسلي البوتاجاز لو هجيب بوتاجاز التيفال ده اسمه فريش هامر تيفال، وعامله ريفيو عنه على القناه وعلى بيج الفيسبوك كمان، مطبخ رشروشه. تمام. ولو عايزين نعمل لكم عنه ريفيو تالت مره، انا عينيا الاثنين ليكم. تمام. ومش ناسيه موضوع الميكرويف، والله هعمل لكم عنه ريفيو قريب جدا باذن الله. بس انا مني بعمل الروتين فبهمد، والله بكسل ان انا اعمل حاجه تانية. بغسله كل يوم كده زي ما انتم شايفين. طبعا خدت الحوامل غسلتها والعيون، يعني في فيديو ممكن اغسل معاكم العيون. ولا بغسله ازاي؟ لو انت حاسه ان العيون متوسخه قوي هتجيبي طبعا ما بوسخهاش. لو انا حاسه بقى انها بدات كده تزيت معايا، بجيب شويه خل وكربوناتو وبريل وحته سلكه مواعين على الليفه اللي انا بغسل بيها والسبونشه، وبقوم عامله وبقوم غاسله الحوامل، فبتبقى معايا زي الفل. تمام. يوميا يا جماعه ما بيضيع، والله العظيم هتقولي يومي بيضيع في المطبخ، بس بتريحي نفسك. ما بتجيش قبل العيد ولا قبل مناسبه ولا قبل حد يجيلك تقعدي تنظفي حاجتك وتعملي، فالحاجه تتنظف اول باول احسن. اخر النهار بقى بعد ما خلصت خالص كل ورايا، الزيتون ده انا بعمل فيه بقالي اسبوع. تخيلوا والله العظيم. هنزل لكم طريقته ان شاء الله على وصفات رشروشه ان شاء الله. طريقه حلوه جدا وهتضيع معاكي المراره، هنطلع منها 90% من المراره، لان الزيتون الاسود ده يا جماعه مر جدا جدا، امر من الاخضر كمان. فهنتخلص من المراره عشان نقعد ناكله حتى في اسبوعين 3 او خلال شهر نكون فاتحين عليه. انا طبعا هقول لكم التحضيرات بتاعته كلها على وصفات رشروشه باذن الله. شطفته كده شطفه حلوه. وعايزه اقول لكم ان مفيش شجره للزيتون الاسود. شجر الزيتون الاسود ده اصلا زيتون اخضر، فلما بيطول على الشجره اكتر من وقته بيسود معاكي. حتى تلاقوا في زيتونه كده بتبقى مبقعه لون احمر او لون نبيتي، ده بيبقى زيتون يا جماعه بدا هيسود معاكي. الزيتون التفاحي بيسود، والزيتون العزيزي بيسود. اي زيتون في الدنيا بيفضل على الشجره فتره طويله بعد الحصاد بتاعه بيبقى اسود زي ما انت شايفه كده. عشان كده بيطلع الاول الزيتون الاخضر، وبعد كده بيطلع معاكي الزيتون الاسمر. فالزيتون الاسمر ده بيطلع اخر الموسم خالص. انا غسلته وظبطت له الملح بتاعه بميه، طبعا محلول ميه كده يعني مغلياه وسايباه بارد. تمام. وبعد كده بحط شويه زيت. في ناس بتكبسه بزيت زيتون، بس زيت الزيتون غالي جدا في مصر، فبنحط زيت عادي يكون ريحته حلوه كده وطعمه حلو، وبنحط معاه ميه. في ناس بتكبسه بزيتون خالص وملح، بزيت خالص وملح. تمام. الزيت اللي انا حطاه على الوش ما بيترميش، وانت بتاكلي كده وهتطلعي حته جبنه وبتطلعي محمحتين زيتون، حطي على الجبنه حبه زيت من على الوش، هيبقى واخد ريحه الزيتون وطعمه. يعني الزيت ده يا جماعه ما بيترميش، هو عايم على وش الزيتون علشان ما يعفنش الزيتون معاكي ولا يعمل ريم ولا اي حاجه. فده الهدف منه، لان الزيتون ده طري وحساس جدا، مش زي الزيتون الاخضر. تمام. فالزيتون ده بيكبسوه اصلا بزيت الزيتون. احنا طبعا في مصر زيت الزيتون غالي جدا، فبنعمله ومش اي حد بيجيبه اصلا. فانت دلوقتي هتاخدي فايده الزيتون، هيطلع في طعم الزيت. خدي بقى رشيه على الجبنه يبقى طعمه حلو جدا، وانت بتاكلي جبنه يبقى حطي منه وانت بتاكلي معاها الزيتون. عشان اعرفكم بس ان الزيت ده ما بيترميش خالص. خلاص بقى كده هغطي عليه وهحطه بقى لغايه ما يستوي معانا. هياخد تقريبا معايا، انت ممكن تاكليه بعد اسبوع. هي مرارته رايحه خالص، انا عامله معاه شغل عالي جدا، ضيع تقريبا المراره ما فيش. يعني انت لو كلتيه هتحسي فيه سنه مراره بسيطه خالص، مش هتاخد معاكي اسبوع 10 ايام هنكون بناكله. بس انا بحب ادي الحاجه بفرصتها واقول شهر. تمام. انما الزيتون الاخضر بيقعد بالثلاث 4 شهور والست شهور كمان قبل رمضان، يعني هنفتحه في رمضان. تمام. شايفين الزيتونه مستويه وجميله ازاي؟ خلاص داخل على التسويه خالص. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم. انا ما بحبش اطول الفيديو، لان الوصفه في وصفه انتوا بتحبوها لوحدها، فبنزلها على وصفات رشروشه قناتي التانية، تبقى وصفات رشروشه. هما الاثنين قناه واحده، بس انا عاملاها لوحدها بنزل عليها الوصفات بس. علشان طبعا كنت بغني تاخدوش بالكم معايا. علشان انا ما بتيجوا تدوروا على وصفه في عنوان الروتين ما بتعرفوش تجيبوها، فنزلتها لكم على وصفات رشروشه. يعني لو بعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع رجاء منكم. وشكرا بجد لكل اللي بيدعمني، كل اللي بيكتب لي كومنت حلو. وعايزه اقول لكم بجد والله العظيم انتوا احلى اخوات في الدنيا واغلى عيله. وبعتذر جدا لو كنت بقصر معاكم في الكومنتات الفتره ديت، والله العظيم الشغل عالي جدا عليا، واحيانا بخلص التصوير وبنام، او بشير الفيديو وانا بره، او بشير الفيديو وادخل انام. ربنا يديمكم نعمه في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا، وتفضلوا في حياتي العمر كله يا رب. سلام.